ناس كتير دخلت العاصمة غلط، بس دبلو استثناء. في أكتر من سبب خلت ناس كتير قوي تندم بعد ما تشترت في العاصمة الإدارية. طيب الناس دي إيه الغلطة اللي غلطوها؟ تعال أقولك الناس دي غلطت في إيه. مش كل مشروع موقعه صح، مش كل مطور تسليمه مضمون، مش كل سعر رخيص يبقى فرصة. قطع رقم A1 في الار 8 ده عنوان المشروع اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. انت دايركت على النهر الاخضر، فيو مباشر على الحي الدبلوماسي اللي حرفيا فيه اكتر من 200 سفاره، فيو مفتوح على مسجد مصر. مشروعنا مبني على 17% فقط من المساحه الاجماليه، 80% فيلل و20% شقق، يعني الكثافة السكانية بتاعتك تعتبر تكون قليلة جدا جدا. طب هل كل اللي قلناه ده كفيل ان هو ينجح مشروع؟ لا، اكيد لا. بس لو دمجنا العوامل دي كلها مع الاستشاريين اللي بيشتغلوا في المشروع هنعرف المشروع ده ليه ناجح. هاني سعد، ياسر البلتاجي، محرم بخوم، ايهاب. شركة ام بي جي من الشركات اللي عندها سابقة اعمال موجودة على ارض الواقع، زي مثلا كومباوند بوكا اللي في منطقة المستثمرين، من احلى الكومباوند هناك. قبل ما تسأل على سعر اي مشروع اتأكد من تفاصيل كتير قوي، اتأكد ان انت بتشتري صح، علشان هو ده اللي هيفرق معاك في الاخر. لو محتاجين بقى تفاصيل عن الاسعار اللي موجودة في دبلو سواء شقق او فيلل، ابعت لي كلمة مهتم او كلمني.